الرياضة كتلعب دور كبير في حياتنا حنا كبشر وكنحتاجو ليها كيف ما كان العمر ولا الجنس ديالنا، ولهذا بزاف ديال الدول في مختلف انحاء العالم خلاوها كمادة اساسية كتدرس في المؤسسات التعليمية. فقبل ما نبداو نشوفوا الاهمية ديالها خصني نبين لكم واحد النقطة مهمة، واللي هي شحال من واحد فاش كنقولوا الرياضة كيجي في راسو الميسكولاسيون هز الكيلوات صافي، وهذا غلط. فالميسكولاسيون هي فقط نوع من انواع الرياضة، وكيف ما كاينه هي كنحتاج جري تسلق الجبال المشي للبيدال والقائمة باقا طويلة، وحتى الرياضة ما احسن من وحدة، فقط كل واحد فين كيرتاح وكيلقى راسو. اهم هو مزاوله واحد النشاط رياضي كيف ما بغى يكون، وبالاخص في زماننا الحالي زمان الاي اي الرياضه مابقاتش شي حاجه الاختياريه بل ولات اجباريه اللي بغينا نحافظوا على الصحه ديالنا. علاش قلت هذا الشيء؟ حيت بحسب منظمه الصحه العالميه خامس سبب للوفيات بالعالم هو الخمول البدني. تخيل معايا، راه كل عام عشرات الالاف تاع الناس كيموتوا بسبب عدم الحركه بزاف وكيف النشاطات، بل واكثر. جاء في نفس التقرير تاع المنظمه ان الناس اللي كيموتوا بسبب الخمول البدني اكثر من الناس اللي كيموتوا بسبب التدخين، زياده الوزن ومرض السكري. ولكن الصراحه انا التقرير ما صدمنيش. علاش؟ لان الله عز وجل ما خلقش الانسان باش يبقى بارك نهار كامل بلا ما يدير حتى شي مجهود بدني، بل خلقنا باش نتحركوا ونكونوا نشيطين. فملي كنوليو في الخمول البدني كنمشيو ضد الفطره ديالنا. فحنا دابا ولينا قليل فاش كنتحركوا، هاك جدودنا اللي كتلقاهم عاشوا بزاف كتسمع غير 90 سنه 100 سنه والفوق. اما دابا متوسط العمر للوفيات بالمغرب ولا ما بين 60 سنه حتى 77. علاش ولا هذا التفاوت في متوسط العمر للوفيات؟ بكل بساطه جدودنا الله يرحمهم كانوا كيتحركوا بزاف، نقدروا نقولوا كانوا كيمارسوا الرياضه بطريقه غير مباشره. مثلا كانوا كل نهار كيمشيو كيلومترات غير باش يسقيو وكيتنقلوا ما بين الاماكن من بلاصه لبلاصه غير على رجليهم في اغلب الاوقات. فهادشي علاش عاشوا اكثر وقليل فاش كانوا كيعانيو من شي مرض. وبذكر المرض، الخطر الثاني عن عدم ممارسة أي نشاط رياضي هو ظهور الأمراض المزمنة. قلة النشاط البدني عنده علاقة بظهور الأمراض المزمنة كأمراض القلب، السمنة، السكري، الزهايمر وحتى السرطان. بطريقة أخرى، الناس اللي ما كيديروا حتى نشاط بدني عندهم احتمالية كبيرة تكون عندهم هاد الأمراض. الله يحفظ. نشرح لكم كيفاش. بالنسبة لمرض السكر، فاش كنحبسوا الحركة الجسم ما كيبقاش يحرق داك السكر والدهون الأخرى كما خاصو، وهذا الشيء كيخلي السكر يتجمع في الدم وكيبان مرض السكري من النوع الثاني. اما بالنسبه للقلب، قله الحركه كتضعفو حيت ما كيبقاش يتدرب على الضخ قوه، زعما ما كيبقاش يضرب بالجهد، وكتبدا الشرايين تسد بالدهون وكيطلع الضغط، والشيء كيزيد خطر الجلطه وامراض القلب خصوصا مرض السرطان. الانسان ما كيتحركش كتطلع السمنه وكيتخلط توازن الهرمونات وكيوقع التهاب مزمن في الجسم، وهادشي كامل كيسهل نمو الخلايا السرطانيه وزيد عليها ضعف المناعه اللي كتسبب قله الرياضه، حيت الجسم ما كيبقاش قادر يكتشف ويقضي على الخلايا غير الطبيعيه بكري. بلاتي قبل ما نكمل بغيتك تبارطاجي هذا الفيديو مع والديك والناس اللي عزيزه عليك باش توعيهم باخطار قله النشاط البدني، تنقذهم من امراض اللي الله يحفظ ممكن تصيبهم، فالوقايه خير من العلاج. اذا هادو هما المخاطر اللي يمكن يصيبوا واحد الانسان ما كيمارسش نشاط بدني. فباش تفادى هادشي خاصك تبدا من غدا تحرك، والصراحه حاليا راه بامكان اي واحد يقوم بالرياضه، لي سال دو سبور ولاو موجودين فيما مشيتي، والتسجيل بثمن رمزي. ابقرات كنظن كاين منكم اللي عرفوا، المهم اللي ما عرفوش راه هو الاب ديال الطب الحديث كان قال القدر المناسب من التغذيه والرياضه هو اكثر طريق امن للصحه. اذا عزيزي المشاهد، فمن غير الامراض اللي غادي تجنب والصحه ديالك اللي غادي تربح في الرياضه، كاين بزاف تاع الفوائد اخرى غادي نذكر فقط الاهم منها باش نفهموا اكثر كيفاش السبور كيأثر علينا. اول فائده وهي الرياضه كتخليك تشعر بالراحه النفسيه. العلم كيقول لنا بلي الجسم ديالنا فيه واحد النظام عجيب، وهي منين كنحركو كيخلق لنا السعاده بوحدو. فمنين كتمارس الرياضه الدماغ ديالك كيطلق هرمونات بزاف، اولهم اندروفين اللي هو معروف بهرمون السعاده. فهذا الهرمون كيعطيك احساس بالراحه الفرحه وكيخفف الالم والتعب. ثانيا السيروتونين اللي هو مسؤول على المزاج ديالك، على الهدوء وعلى النوم المزيان، ولهذا كنشوفوا الناس اللي كيديروا الرياضه غالبا كينعسوا مزيان وكيكونوا هادئين اكثر. في نفس الوقت الرياضه كتقلل من هرمون التوتر والقلق اللي هو كورتيزول. الرياضه كتخرج الواحد من الاكتئاب وكتخليه ديما منبسط وقليل فاش كيتعصب. ثاني فائده وهي الرياضه كتاثر بشكل كبير ايجابي على الدماغ. بزاف ديال الدراسات تبتات بلي الناس اللي كيديروا الرياضه عندهم اجزاء في الدماغ اللي مسؤوله على التفكير والذاكره اكبر في الحجم مقارنه مع الناس اللي ما كيديروهاش. ومن بين النتائج اللي خرجت ان ممارسه الرياضه بانتظام لمده 6 اشهر والعام كتزيد في حجم ديال هذه المناطق بل واكثر، حتى قدرتهم على التركيز والانتباه كتكون افضل. والحاجه الزوينه في الرياضه هي انه من غير التاثير الفيزيولوجي كاين حتى التاثير السلوكي. فاولا الرياضه كتخلي الانسان يولي منضبط. عندك في الدنيا جوج حاجات اللي كيساعدوا على تنميه هذه المهاره، هما الصلاه والرياضه. فكون انك كل 2 مرات في السيمانه ولا اكثر كتخلي كاع ديك الملهيات اللي بين يديك التلفازه التليفون وغيرهم وكتهز الصاك ديالك وتمشي تدريني، مهما يكون المزاج اللي عندك كتربي نفسك على الانضباط والالتزام. الانضباط هو سر النجاح والنقطه الفاصله ما بين واحد الانسان واصل وواحد الانسان لا. فكاع الناس الناجحين كيكونوا صارمين مع راسهم، ماشي كل مره كيرسموا شي خطه وفي الاخر كيبقاو ياجلوا حتى كيفوت الفوت. لهذا فاش كتمارس الرياضه بانتظام كتكون ربيتي على نفسك على الديسيبلين. السلوك الثاني اللي كتعلم في فضل الرياضه هو كتخليك تبعد على البليه والاصدقاء السوء. بمعنى اخر
اخر كتعمر ليك وقتك، كتولي واحد المجال اللي كتلجأ ليه باش تفرغ كاع ديك الطاقه اللي عندك. عاود وقت الفراغ ديالك عمر بشي حاجه اللي خايبه وغتدمر لك حياتك كيعمر بالرياضه. مع الوقت كتولي عندك هوايه وشغف، فهذا بحد ذاته راه ربح كبير، حيت وقت الفراغ ديالك اللي ما استغلتيه في شي حاجه اللي غتنفعك راه هو اللي غادي يستغلك ويؤدي بك العادات اللي خايبه. ثالث نقطه وهي الرياضه، كتولي شعور الثقه بالنفس، الثقه بالنفس وتولي زاعم وما تشعرش بالحرج فاش تكون تهضر مع شي واحد. كل هاد الصفات كتولي عند الشخص الرياضي. اكد ليك نعطيك واحد المعلومه تقدر تكون انت حتى وهي ان كاع داك الناس اللي كيترينيو وكنلاحظوا انهم ناس اجتماعيين وكيكونوا ماشي حشوميين. الوغ عزيزي المشاهد، كل هادشي مزيان، وشحال من واحد دابا فاش يسمع هادشي غيتحمس وغيبغي يدير الرياضه ويكون نشيط، ولكن المشكل الكبير اللي كيعانيو منه بزاف الناس في الرياضه وهو الالتزام. كيبداو بنيه مزيانه في السيمانه الاولى، كيكونوا متحمسين، كيخلصوا لاصال ويشريو الماتريال اللي غيحتاجوا، لكن من بعد كيحبسوا كيرجعوا لنفس الروتين القديم. دابا السؤال الاهم، علاش ما كنلتزموش بالرياضه وشنو الحل؟ اول حاجه خصنا نفهموها هي ان الرياضه عاده ونظام، فالحماس كيطلع ويهبط، ولكن العادات الا تكونت كتبقى. كما كيقول المثال، فمن شب على شيء شاب عليه، يعني خاصك تفرض على راسك الرياضه باش تولي روتين من حياتك. ثاني حاجه، بزاف ديال الناس كيطيحوا في خطا كبير وهي كيبداو بواحد الريتم اللي مجهد من الاول بزاف. واحد ما عمره ما دار الرياضه بين ليله ونهار كيجي يبدا يتريني كل نهار ساعتين ولا اكثر، النتيجه كيبدا يحس بالعيال ملل ومن بعد كيحبس. حل، وابدا بشويه بشويه، واخا غير 2 حصات في السيمانه ولا اقل راه كافيين، المهم هو تبدا. ثالث نقطه مهمه بزاف وتا هي غتعاونك على الاستمراريه، وهي دير الرياضه اللي سهله عليك. ما خاصكش بالضروره تمشي تسجل في شي سيتي كلوب غالي بزاف ولا تشري شي ماتريال اللي غالي، تقدر تبدا غير من الجرده اللي حداك وتمشى غير نص ساعه، المهم هو تحرك. رابع نقطه اللي غتعاونك حتى هي باش تلتزم بالرياضه هي حدد واحد الوقت، دير واحد البروغرام اللي تتبعو. اللي خليتي الرياضه حتى تلقى الوقت المناسب راه عمرك غتلقى هذا الوقت، لهذا خاصك دير واحد البرنامج اللي تتبعو. مثلا تقول مع راسك نولي نتريني كل خميس واحد مع 7 تاع العشيه، فهكا عقلك ديجا غادي يستعد من قبل لهذا الوقت وغادي يولف عليه. اذا هادو هما النقاط المهمه اللي خاصك تتبع باش تلتزم بالرياضه. فلو وصلتي حتى لهنا كنقول لك غير بدا واستثمر في صحتك، حيت اللي مشى كلشي. كنشكر على المشاهده وما تنساش تخلي معك واحد المتابعه باش نستمروا في النشر. كان معكم اسامه مامون.